تعالي هاتي صدر فرخة واحد وتعالي نعمل شوية كفتة فراخ حكاية احلى من كفتة اللحمة كمان. شايفين الكفتة وجمالها طعمتها وحلاوتها تجنن. قبل ما نبدأ سموا بالله وصلوا على الرسول، ولو اول مرة بتشوفينا حبيبة قلبي اشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. يلا نشوف معانا ايه. انا معايا هنا صدر فرخة واحد، بس يكون صدر كبير يا جماعة، بتاع فرخة كبيرة كده. لو الصدور معاكي صغيرة اعملي 2، او مثلا صدر وورك معاه، صدر وكتف، اي حاجة المتواجد عندك. هتخليه وتقطعيه صغير كده زي ما انتوا شايفين، ويكون معاه قطعة دهن او ليا الموجود عندك. لو ما فيش يبقى معلقة سمنة، ومعايا بصلاية فلفلاية حمرا وخضرا، و4 فصوص من الثوم، ومعايا طماطمايه شايلة من قلبها البذر كده واللحم، ومعايا شوية خضرة. ومعايا هنا بهارات فراخ وبابريكا وملح وفلفل، ومعايا معلقة من البيكنج باودر. يلا نشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجة هجيب الكبة بتاعتي وهنزل بالخضار بتاعي فيها، طماطم كده والفلفل والثوم والبصل كله على بعض، وهنزل بالبهارات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل بشوية زيت حوالي ربع كوباية زيت كده، وهنزل بالخضار بتاعي، بقدونس كده على كزبرة خرطيه كده صغير، قطعيه صغير كده وانزلي بيه في الكبة بتاعتك. ايوه كده. هضربهم بقى كويس جدا مع بعض لما ينعم معايا كده كله يختلط مع بعضه. بقى هنا بقى هصفيهم، يعني انا بعد ما ضربتهم صفيت التفل لوحده بالمصفى، والميه اللي هي نزلت معايا من الخضار دي هخليها دلوقتي هحتاجها. وفي نفس الكبة بقى ولا تغسليها ولا اي حاجة، هنزل معايا بالصدور بتاعتي، هنزل بيها كده. انا غسلاها طبعا ومصفياها، غسلاها بالليمون والخل والملح، حطيتها بالكبة. هديها فرمة بقى كده. هحط الاول عليها نص معلقة من البيكنج باودر، ومعايا معلقتين من الفيجيتار او البقسماط المطحون، هنزل عليهم كده يخليها متماسكة معايا وحلوة وما تفكش منك خالص. وهنزل بقى بالتفل اللي انا صفيته على اللحمة بتاعتي، على الفراخ بتاعتي كده، هنزل بيه وهفرم بقى كل الكلام الجامد ده مع بعض، فرمة ناعمة كده، واخليهم ناعمين كده وكلهم يتجانسوا مع بعض كده وينعموا زي ما انتوا شايفين. بعد كده هفضيهم كده في الطبق واعجنيهم بقى بايدك، قلبيهم بالمعلقة زي ما انا عملت كده لما كل حاجة كده تتسمغ كده مع بعضها. وبس كده خلاص. هنبدأ بقى نصبع الكفتة بتاعتنا. مش هتحتاجي بقى اي حاجة في ايدك، ولا هتلزق في ايدك، ولا زيت ولا اي حاجة، عشان احنا حاطين زيت واحنا بنفرمها، واحنا بنفرم الخضار بتاعنا. فهي مش هتلزق في ايدك ولا هتعمل اي حاجة. هتعمليها صوابع كده بكل سهولة. ممكن تجيبي عيدان الشيش طاووق وتعملي عليها الصوابع دي لو انت عايزاها قلبها فاضي كده من جوه مفرغ، وبعدين تشدي العود بتاع الشيش طاووق كده منها. بس انا حاطه لها بيكنج باودر، فمش هتبقى معايا مكتومه ولا اي حاجه، هيخليها هشه معايا وزي الفل. فمش محتاجه بقى ان انا اعملها على قلم او على عصايه شيش طاووق ولا اي حاجه. هي هتبقى معايا كده بايدي. عايزه تعمليها بقى كور كده دواير زي ما انا عامله ماشي، عايزه تعمليها كده صوابع طويله ماشي. جنب بقى شويه مكرونه، شويه رز بشعريه، عيش وسلطه وطحينه، بتبقى جميله واقتصاديه وحلوه جدا. طاسه بقى على النار تسخن كويس، معلقه سمنه ومعلقتين زيت زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بالكفته بتاعتي. انزلي بيها كده واحده واحده، ما تنزليش بالكميه كلها مره واحده زي ما انا بعمل كده بالظبط. عمرها بقى ما هتفكي معاكي ولا اي حاجه، خطيره واقتصاديه جدا وسهله من غير تعقيد بقى ولا تولعي فرن ولا اي حاجه. تبقى حلوه جدا. جنب عايزه تعمليها صوص احمر، يعني بعد ما تشوحيها هنا ممكن تشيليها تعملي صوص احمر وتنزليها فيه، تبقى جميله برضو. ممكن تعملي مكانها شويه مكرونه، تبقى خطيره حلوه قوي، تنفع في كل الحالات وسهله وسريعه. ممكن بقى تعمليها كده تفرميها وتعمليها صوابع وتحطيها في الفريزر، بتفضل معاكي فتره كبيره. مستعجله ما عندكيش وقت جايه من الشغل، تيجي مطلعاها تفك كده 10 دقايق
وتحمريها على طول في ثواني، يكون الغدا جاهز، العشاء جاهز. ما بتاخدش وقت وبتبقى حلوة جدا وتوفر معاك في الوقت والمجهود وكده. تبدأي بقى تحركيها لما تلاقي الصوابع بس نشفت كده واتحمرت من تحت، تحركيها كده، او يا اما تعملي بالطاسه، تقلبي بالطاسه زي ما انا بعمل كده، تقلبي كده اللي هو احمر ومسك معايا كده، تقلبيه بالراحه. هي كده كده مش هتفك معاكي، انا بقلبها جامد بالطاسه كده ما بتفكش ولا اي حاجه، تحفه هتجنن. حلوه قوي. بصوا اللون، اخدت لون معايا حلو ازاي، بصوا الجمال. الريحه بقى طالعه تجنن، مش عايزه اقول لكم، خطيره والله، مش هتشبعوا منها. اخدت لون معايا حلو قوي. هجيب بقى الصوص بتاع اللي انا كنت مصفياه من الخضار بتاعي، هنزل بقى كده فوق الكفته بتاعتي، تبقى حلوه قوي. اول ما بتنزلي بقى بشويه الصوص دول، يا سلام، بتروح الطعم والريحه في حته تانيه خالص، وتقلبي كده، يا نهار ابيض على الجمال والحلاوه، تحفه خطيره والله، مش هتشبعي من اكلها بجد يعني. عايز طاري كده بقى وشويه سلطه وشويه طحينه وايه، مش هتشبعي اكل. لسه ما حطيتيش اللايك؟ شيري الفيديو ويحط اللايك، يلا الوصفه تستاهل، حلوه قوي. بصوا هبدا بقى ان انا اخرجها، هي متاخدش معايا وقت خالص، هي كده استوت 10 دقايق بالكتير، ما بيكملش كمان 10 دقايق، وبتلاقيها اخدت لون واستوت كده في ثواني. هبدأ بقى شوية خضرة بقى كده في الطبق، طلع عليهم يدولها ريحة حلوة كده. بصوا انا كده خرجتها اهو زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوة. بصدر فرخة واحد عملنا كمية قد ايه، طبق كبير كده محترم، ويأكل معاكي 4 افراد 5 افراد، ما شاء الله، يجنن. موفرة اقتصادية جدا جدا، وحكاية. شايفين من جوه عاملة ازاي، مفرغة كده وهشة، وطعمها وجوسي كده، مليانة عصارة، ما نزلتش المية بتاعتها ولا اي حاجة، وحلوة قوي والله، مش هتشبعي منها ومن حلاوتها، خطيرة. لازم تجربيها وتقولي لي ايه رأيكم في التعليقات، واكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وانا بحبكم في الله. واشوفكم الفيديو الجاي، يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.